ده انا في اول تدريب ليا بره مصر. التدريب كان في دوله عربيه، ولكن اتصدمت اول ما وصلت ان محدش من الموجودين بيتكلم عربي، ومطلوب مني ان عشان اتخرج من التدريب اقدم برزنتيشن باللغه الانجليزيه، ومستوايا بصراحه كان كده. روميو كام فروم يور ماوس زي الشجر. ومن يومها قررت ان اهم استثمار هعمله في حياتي ان الموقف ده ما يتكررش تاني. والموضوع تقريبا خد 4 سنين كاملين، ولكن الحمد لله بقيت بتكلم انجليش بكل اريحيه وبفكر من غير ترجمه، وبدي محاضرات للاجانب بدون اي احراج. وهقول لك على اهم 3 نصايح عشان تبقى زيي واحسن. رقم 1، بسمع المصطلح من اهل اللغه نفسهم عشان انطق صح من اول لحظه. رقم 2، انا بحفظ جمل مش كلمات وبستخدمها كتير عشان ما انساهاش. رقم 3، بتعلم الجمل اللي هتفيدني واللي هستخدمها في حياتي اليوميه بس. والاغرب من كل ده اني لقيت كتاب بتمن حصه خصوصيه واحده ومجمع كل اللي كنت بعمله في سنين، وهو اهم 6000 جمله في اللغه الانجليزيه للاستاذه فيروز الجندي. الكتاب بيعتمد على اسلوب التشانكس اللي بيساعدك تتعلم جمل مش كلمات، واحلى ميزه فيه ان الترجمه للعاميه المصريه وعلى هيئه اسلوب قصصي ممتع. وقبل ما تتعلم الجمله هتقدر تسمعها من اهل اللغه من خلال الكيو ار كود. المميز في الكتاب انك تقدر تخلصه في 100 يوم، وبعد كده اوعدك ان مستواك مش هيبقى كده. انت بتفهم انجليزي؟ ايوه طبعا. سكول يعني مدرسه، ودوج يعني كلب، دي يعني قدام، وار يعني ورا. فلو بتحب حد وعايز تدي حاجه قيمه، الكتاب ده هديه ممتازه. اطلب نسختك دلوقتي من خلال الرابط.